المونجارو مش اختراع اخترعته شركة أدوية من الصفر. المونجارو بيشتغل على نفس الإشارات اللي موجودة في جسمك من وأنت صغير. GLP-1 ده اسم واحد من أهم الإشارات دي. طب الجسم بيصنعه إمتى؟ لما تاكل شوية يبدأ الجسم يطلع شوية. ليه؟ عشان يقول لجسمك كفاية، كفاية أكل. بيوقف إحساس الجوع ويزود عندك إحساس الشبع. مش كده وبس، الإشارات دي كمان بتشتغل على السكر والأنسولين وحركة الأمعاء. طب ما حلو، فين المشكلة؟ المشكلة إن هما بيتكسروا في خلال دقيقتين. المونجارو والأوزempic بقى عملوه إن هما خلوهم يفضلوا شغالين فترة أطول وأقوى، ممكن توصل لأسبوع. يعني أنت أصلا عندك السلاح بس جسمك مش قادر يمسكه كفاية. الدوا ليه مكانه وناس فعلا محتاجاه، بس تحت إشراف الدكتور بتاعها. الموضوع مش لعبة ومش قرار يتاخد من الفيديو وخلاص. بس قبل ما تاخد أي قرار لازم تبقى فاهم السيستم اللي جوه جسمك بيشتغل إزاي. لأن السؤال مش بس آخد الإبرة ولا لأ، السؤال أهم هو جسمي بيتعامل مع الجوع والشبع إزاي. في فيديو طويل قريب هشرح الكلام ده كله بالتفصيل. إيه الفرق بين المونجارو والأوزempic، مين فعلا بيستفيد منهم، وإيه اللي تقدر تعمله في أكلك علشان تشغل جزء من السيستم ده بشكل طبيعي. بس سؤال أخير، كنت تعرف أصلا إن جسمك بيطلع إشارات شبه اللي الأدوية دي بتشتغل عليها، ولا أول مرة تسمعها؟